ازيكم يا حلوين؟ والشتا جه وبقينا متكتكين وطول الليل جعانين وعاوزين بقى ايه سناكس وحاجات كده ناكلها. تعالوا بقى اوريكم، طالما الشتا دخل علينا والسقعة جت يبقى طول الليل بقنا عاوز ياكل حاجة، عاوزين الصبح نقوم ناكل حاجة بشاي بلبن تدينا باور وايه وتدفينا كده طول اليوم. تعالوا بقى شوفوا، عملت لكم شوية مخبوزات تحفة. متهيألي ما اعتقدش ان انتوا شفتوا حد عملها لكم قبل كده. ده بسكوت او بيتي فور الجبنة، ما تستغربيش من اسمه. ده بقى انا عاملهولك بجبنه رومي، انت بقى حابه تعملي بجبنه شيدر، جبنه ايا كان اللي هتعمليه انا هقولك واحنا بنشرح وصفته. انت لو حابه تدخلي فيه ايه هينفع معاه. دي اكله تحفه يا جماعه، في فطار، في عشاء، في سناكس، في لانش بوكس، في حاجات كتير قوي. ده بقى القمر اللي احنا بنروح الفران ونشتريه بفلوس قد كده. اكيد اكيد ما بيبقاش مخدوم زي ده، عشان نكون صراحه. البوريك الجميل بتاع الافران برضو بطريقه سهله قوي. ده بقى عاوزه اقول لك ده بينفع في اي حاجه، في لانش بوكس، في فطار، في عشاء. لو موظفه وبتاخدي اكل معاكي في الشغل، بصي حاجه تحفه. ده زي ساندوتش كده محمول كده في ايدينا. طريقته برضو سهله وعاملاه لكم بطريقه حلوه ومميزه. تعالوا بقى عند القمر الجميل ده ايه يا حلوين؟ دي المفروض ان هي السميطه ام عجوه اللي احنا بنشتريها من الفرن، بس دي بقى ايه بنتي ناس شويتين تلاتة اربعة. مخدومه قوي. بصوا عامله ازاي، بصوا هشه، بصوا ارتفاعها عامل ازاي، قلبها من جوه يا جماعه. صدقوني انتم اما تعملوها هتستغربوا السهوله اللي بتتعمل بيها وطعمها الحلو، واعملوها زي شيماء كده في فطار. يلا بينا بقى نشوف الثلاث وصفات الحلوين دول عملناهم ازاي. نسمي الله ونبدا. يلا زي الشطورة هاتيلي معلقة سكر ومعلقة خميرة فورية، وعليهم كوباية مية فترة، ما تكونش لا سخنة ولا ساقعة، هندفيها بس في الكتل مش أكتر من كده. وهنقلب الكلام ده كويس جدا، ونسيب الخميرة بتاعتنا ايه تتفاعل كده. ده الاختبار بتاع الخميرة ادينا نعمله. معانا ايه هنا؟ معانا 4 كوبايات دقيق، عليهم ذرة ملح. وهنحط كام معلقة لبن بودر يا شوشو؟ معلقتين لبن بودر كبار. وهنقلب الكلام ده كويس قوي. يا ترى يا هل ترى هتعملي ايه يا شيماء؟ اتفرجوا معايا كده، هيعمل حاجة جميلة جميلة فوق ما تتخيلوا. وكلنا بنشتريها بفلوس قد كده، بس في البيت هنعمل كمية وأوفر. نزلت بالخميرة على الدقيق وهقلب الكلام ده كويس بقى. هنعجن بقى بايدينا عجن حلو، او انا مرضتش اشغل العجان وقلت اعجن لكم بايدي. علشان ايه؟ اسهل لكم الدنيا اكتر. اللي ما عندوش عجان هنجيب ايه كوباية مية تانية، وهناخد منها بالتدريج، وبرده نفس الوضع مية فترة لا سخنة ولا ساقعة. وهنلم العجينة كده معانا بقى ايه معلقة زيت حلوة كده نلم بيها العجينة في الاخر خالص. بس كده يا حلوين، هنلم عجينتنا وهنسيبها تتخمر بقى معانا. بصوا ادوها حقها في العجين علشان تريحكم واحنا بنفردها وبنشتغل فيها. يلا بقى نشوف هنعمل ايه معاها. هنسيبها بقى تخمر، ونجيب معلقة سمنة على معلقتين سمسم. وهتعملي ايه يا شيماء؟ هتعملي ايه؟ بالراحة كده اتفرجوا هنعمل ايه. انا جايبة ربع كيلو عجوة اللي هي المفرومة الناعمة دي. مش ما عندكيش مش لاقي حد جيبي منه اللي هي الجاهزة المفرومة دي، هاتيها واضربيها في الكب ضرب ناعم قوي واعجنيها. عجناها كده وطريناها بمعلقة السمنة والسمسم، بتديها طعم حلو قوي. وتعالوا نشوف هشكلها ازاي، علشان هي هتبقى الحشوة بتاعتنا. هعملها، شفتوا شكل البقسماط كده؟ بصوا انتوا تشوفوا اكتر ما انا اشرح. يعني هعملها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ايه اللي هو زي بنفردها زي البقسماط بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. هعمل فيما يعادل ايه اللي الكمية اللي انا عاملاها. الكمية اللي انا عاملاها دي من الدقيق هتحتاج ربع كيلو بس من العجوة. انتي هتعملي اكتر كبري الكمية، لو فاض منك ما فيهاش اي مشكلة. بنحطها في قلب كيس وفي الفريزر، تنسيها وقت ما تيجي تعملي اي حاجة تحشيها طلعيها تاني. عجينة القمر بقى خمرت اهي، بسم الله ما شاء الله. هقطعها بقى ونقسمها. بصوا انا هقطعها كام جزء. قطعتها حوالي 8 يا شيماء دول. 8 أو 9 حاجة زي كده. وهنعملهم ايه؟ هنعملهم زي صورة صغيرة كده ونحطها علشان العجينة بتاعتنا ترتاح. لو شفتيني لحد هنا ما تنسيش اللايك والكومنت وتقولي لي بتتابعيني منين. ولو ليكي اي سؤال قولي لي هرد عليكي. وبشكركم على الكومنتات الجميلة قوي اللي عيدتوني فيها في عيد ميلادي. ربنا ما يحرمني منكم ابدا. بصوا بقى يا حلوين، احنا هنعملها ايه؟ هنصرها زي ما بنعملها كده. وديكوا شايفين إيه؟ يعني انا بتهيألي انك تشوفي اكتر ما انا يعني اكتر ما اتكلم. انا مبينه لكم اكتر ومزومه الكاميرا على ايدي وانا شغاله،
علشان تبقوا مركزين في الحاجة وهي بتتعمل ازاي. عملنا كده 2 4 6 8، عمل معايا 9. بتعملي ايه يا شيماء؟ هنعمل 9 قرص اللي هي بتاعة العجوة. مش القرص بقى اللي في بالكم اللي هي القرص الفلاحي، لا مش قرص فلاحي خالص. عارفين السميت اللي بنجيبه اللي هو شبه الوردة كده، بنجيبه من الفرن، بنمشي كده نشم ريحته نتجنن في الفرن ونروح نشتريه، هو ده. تعالوا بقى شوفوا هنعمل ايه. هعمل الشكل كده زي ما انتوا شايفينه مستطيل، وهلف لفة واقفل على العجينة بتاعتي، على سوري العجوة بتاعتي، وهبرمها زي ما انتوا شايفين، وهلفها واحاول ايه انعم كده القفله اللي احنا قافلينها من الجنب دي، وهنجيب مقص ونقص 4 5 فتحات كده، بقت معايا شبه الوردة. ونعمل واحدة تانية بنفس الشكل، بصوا فردناها بشكل مستطيل، وهنحط حتة العجوة بتاعتنا اللي احنا عاملينها ومجهزينها، ونقفل كويس قوي عليها، وبعد كده نبرم ونقفلها على بعض حلقة، والحلقة دي نقفلها كويس قوي من الأطراف علشان ما تبقاش باينة. وهنجيب المقص بتاعنا ونعد 4 أو 5 فتحات زي ما انت عاوزة. أنا عاملة كام؟ 5 فتحات أهو، عشان كلهم يبقوا شكل واحد، تعمليهم كلهم عدد واحد زي بعض. سبتها خمرت تاني، وطبعا احنا عاملين ايه، مشغلين الفرن على درجة حرارة 180 قبلها بحوالي ربع ساعة. هندهن الوش ايه؟ هندهن الوش انا دهنت حليب عادي، بس حابه تحطي عليه قهوه سريعه الذوبان مفيش اي مشكله، حابه تدهني على الوش تحطي تمسحي الوش كده بمسحه بيض، بصفار بيض مفيش اي مشكله، بس في الافران مش بيعملوا لك ببيض يعني طبعا، هي بشويه ميه كمان وعليها قهوه سريعه الذوبان، لكن احنا مدلعين الدنيا شويه. وهنرش شويه سمسم بقى عليها، وهندخلها الفرن، بتقعد معايا في الفرن ما بتكملش ربع ساعه، على الرف الاوسط زي ما قلت لك على درجه حراره 180. هنا بعد ما استوت معايا شايفين القمر، عاوزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله على ريحتها، على طعمها. ان قلت لكم احلى من اللي بنجيبها من الفران، انت اما تجربيها وتعمليها بايديكي هتشوفي النتيجه، وانت اللي هتقولي بنفسك ان هي في اختلاف جامد جدا عن اللي احنا بنشتريها. لو هتجيبيها تحطيها في اكياس في الفريزر، تطلعي للولاد لفطار لانش بوكس. احنا المعجنات دي روح البيت في الشتاء يا جماعه، لو ما عملتيش معجنات قبل كده قوي قلبك، وهاتي شويه دقيق وشكلي والعبي في العجين كده واعملي حاجه حلوه. هنا عملت كوبايه حليب، وقعدت شغلت التلفزيون وكلت، وبعد كده ايه قلت ادخل على الوصفه اللي بعدها. تعالوا بقى بينا نشوف هنعمل ايه. هنجيب العجان بتاعنا الأمور، هننزل عليه بمعلقة صلصة كبيرة. هتعملي ايه يا شيماء؟ بالراحة كده شوفي، هنعمل معجنات برضو بتاعة أفران جميلة قوي. هننزل بمعلقة خميرة فورية، عليها معلقة سكر، على نص كوباية مية دافية، وندوب الكلام ده كويس جدا. عليهم معلقة خل، ما تستغربيش من اللي أنا بحطه، معلقة زيت. نفضل ندوب في الكلام ده كويس جدا لحد ما كله يختلط ببعضه. هنزل ب3 كوبايات دقيق، اديني بقول لكم المقادير اهو بالتدريج ولاحظي. حطينا معلقتين لبن بودره، دي اختياري، مش حباها بس بتخلي الطعم جميل قوي، مش حباها استغني عنها. وذره الملح بتاعتنا، وهنعجن كويس قوي. العجينه دي يا جماعه حتى لو مش في العجان لازم تتخدم، بتاخد يعني ايه، لازم تتعجن حلوه قوي. هننزل بقى بايه، طبعا الجو بدأ سقع معانا، كل العجين اللي هنعجنه بميه فتره، زي ما باكد عليكي لا ميه ساقعه ولا ميه سخنه، عشان ما نموتش العجينه بتاعتنا الخميره بتاعتنا بالميه السخنه. هنا بقى هلم العجينه بتاعتي بمعلقتين زبده او سمنه بلدي على حسب اللي عندك. دي بقى هتخلي العجينه بصوا زي الملبن في ايدينا ومش بتلزق، هتلاقيها عامله زي الميه كده ملبن في ايديكي بس مش بتلزق. هنسيبها بقى تخمر، وهتشوفوا هنعمل ايه، هنعمل برضو مخبوزات خطيره واحلى من اللي في الفرن بمراحل. شوفوا احنا خادمينها ازاي وعاملينها ازاي. دي بقى مخدومه خدمه، ما اعتقدش ان حتى لو في ذا بيكر يعني ما بيعملوها كده، ممكن يعني دول بيعملوا حاجات حلوه بصراحه. وعجينتي هنا بقى خمرت، هسيبها تخمر شويه. وتعالوا بقى هنا اما خمرت، ملكوش دعوه باللي بيحصل ده، باخد سيلفي مع العجين بحتفل بالعجينه اما خمرت. بصوا بقى ههبط العجين كده معايا. لو شفتيني لحد دلوقتي ما تنسيش اللايك والكومنت، وتقولي لي بتتابعيني منين، اديني عماله اكد عليكم اهو. يا جماعه اللايك بيرفع الفيديو لاكبر عدد ناس تشوفه، انه يتشاف بس مش اكتر، تمام؟ فما تبخلوش عليا بيه ارجوكم.
بصوا بقى هنفرد بقى العجين كويس كده معانا، وبطبق صغير بايه تاني يا شيماء؟ بصي انتي بكوبايه تكون بقها كبير كده، انا ده طبق صغير كده، بوله صغيره قوي. بس اهم حاجه ان انتي تقطعي بحاجه كلها قد بعضها. الحشوه بقى اللي هنحشيها زي ما تحبي، الحشوه اللي تيجي على بالك. انا هحشي جبنه فيتا. هي في الافران بيحشوها جبنه فيتا، بس طبعا مش الكميه دي، حلوين طبعا احنا عارفين، مش الكميه دي خالص. وهنشكلها زي هم ما بيعملوها بالظبط، زي ما انتوا شايفين هشكلها. وهحطها بقى في الصاج بتاعي، وهعمل الكميه اللي انتوا شايفينها. لا بسم الله ما شاء الله، الثلاث كوبايات عملوا معايا كام صاج يا شيماء؟ مش عارفه، عملوا صاجين ونص صاج حاجه زي كده. لا عملوا كميه حلوه قوي. بصوا الموضوع سهل قوي، ما تقوليش انا ما بعرفش اخبز، ما بعرفش اعجن، ما فيش الكلام ده. اديكي شايفه شيماء بتعمل ايه. شيماء ما فيهاش ايد ازيد منك، ما فيهاش عقل وعين اكتر منك. احنا كلنا ايه، عينينا زي بعض وايدينا ايه، 10 صوابع زي بعض. فنعمل اللي ايه، اللي فيه عين وراس يعمل عمايل الناس يا بنات. هنحط على الوش بقى ايه، دي هندهن على الوش صفار بيض، انا حاطه عليه معلقه خل علشان ما يبقاش فيه زفاره. هنرش بقى على الاموره دي ايه، حبه البركه. هي في الفرن بيرشوا حبه البركه عليها، فهنرش عليها حبه البركه. وطبعا مشغلين الفرن على درجه حراره 180. قبل ما ندهنها كده وهي بتخمر، قعد الفرن شغال ربع ساعه، وهتقعد في الفرن معايا بالظبط ربع ساعه على درجه الحراره 180. ومش هنحتاج نشغل شوايه، هي الرف الاوسط هيسويها فوق وتحت، هتبقى بصوا تحفه. انتي هتعمليها هتعتمديها، مش هتشتريها من الفرن تاني، اوعدك بكده. ودي برضو اللانش بوكس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لفطار الصبح، لعشاء مع كوبايه شاي بلبن. فحاجه جميله قوي. الحاجات دي يا جماعه اعملوا كميات، وحطوا في اكياس وفي الفريزر، وطلعوا على الاكل على طول. بصوا طالعه جميله ازاي. انا عاوزه اقول لكم الحاجات دي بتوديني في داهيه في الشتاء، وبدخن تخن السنين. بس الحاجات دي الواحد ايه، لازم، هي بتدينا طاقه، ما نستغناش عنها. معانا كوبايتين ونص دقيق، نص كوبايه سمنه على زيت، كوبايه الا ربع حليب دافيه مش سخنه ولا ساقعه، معلقتين سمسم، معلقه بيكنج باودر، ذره ملح، 3 بيضات. والاساسي معايا في الوصفه دي نص كوبايه جبنه رومي مبشوره، عشان احنا هنعمل بسكوت او بيتي فور بالجبنه الرومي، حاجه كده دلوعه يا بنات جميله برضو بتتباع في الافران. هننزل بالدقيق بتاعنا كوبايتين ونص دقيق، وهننزل عليهم بالبيكنج باودر وذره الملح ومعلقتين السمسم. وهننزل بنص كوبايه سمنه على زيت، حبه زيت بس مفيش اي مشكله اللي موجود عندك. وهننزل بالبيضتين بتوعنا، هما كانوا بيضتين ولا 3 يا شيماء؟ بيضتين يا جماعه، هما بيضتين. وهنضرب الكلام ده كويس قوي مع بعضه. ومعايا كوبايه الا ربع الحليب الدافيه، هنزل بالتدريج. شفتوا اسهل من كده؟ ما تقولوليش يا جماعه ارجوكوا المعجنات صعبه علينا ما بنعرفش نعملها يا شيماء. والله يا جماعه اتجرأي واعملي العجين في البيت، ده بركه وخير، يعني خير. البيت اللي ما فيهوش عجين ده ما فيهوش خير. فقومي تشطري كده زي اختك شوشو او مامتك شوشو، وهاتي شويه الدقيق وشويه الزيت واعجني وايه ودفي البيت كده في الساعه اللي بقينا فيها دي. واكلي ولادك، وكوبايه حليب دافيه، كوبايه شاي بحليب اللي موجود اديهولهم. نزلنا بقى بنص كوبايه الجبنه الرومي المبشوره. هي بصي انا منعماها قوي، يعني انا ضربتها كمان في الكبه بتاعه الخلاط الصغيره، علشان انعم الجبنه الرومي قوي. هي المخبوزات دي بسكوت بالجبنه الرومي، او هي حاجات مملحه بس طعمها تحفه يا جماعه. برضو هتتلم معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واسهل ما يكون دي بقى هتجيبي الاشكال اللي بتتباع عند اي، بتتباع في محلات المستلزمات بتاعه البيت. اي اشكال الصغنطوطه دي، النجوم والورود والحاجات اللي بتشكل بيها البسكوت دي موجوده. يعني الباكت مش عارفه ب10 ب15 جنيه. هتدلعي الولاد بقى وتعملي لهم اشكال والوان، وتدلعي الدنيا كلها. بصوا انا بوريكم هنا ان هي ناعمه جدا بس مش بتلزق. العجين يا جماعه اللي بيبقى فيه سمنه او زيت وفيه سمنه بالاكتر، بتلاقوه عامل زي الملبن في مسكته، ما تقلقوش منه خالص، بس ما بيكونش بيلزق. هنا بصوا انا قسمتهم كورتين كده، وهنفرد بقى اول واحده علشان نشكل. انا عندي الاشكال اللي هي النجوم، والاشكال اللي هي الورد. بصوا هي يعني ايه، بصوا من كتر ما هي ناعمه معايا، انا بسايسها كده عشان هي ناعمه قوي.
اهي بصوا الاشكال، انا طلعت الاشكال دي، في عندي نجوم، مش عارفه حطيت قلوب ولا ايه، بس هي انا عملت اكترها نجوم. انا قلت هرسى على شكل واحد، علشان ايه، انا مش هعمل على الوش فيه بيرشوا جبنه رومي، فيه بيحطوا حبه البركه، فيه بيحطوا سمسم. لا انا حطيت على طول حبه البركه والسمسم مع بعض، ما غيرتش في الاشكال ولا حطيت جبنه على الوش. هنا بوريكم السمك اللي انا عاملاه. بنلم الزوايد العجين كده وبنحط في الصاج بتاعنا. الموضوع سهل قوي يا جماعه. وطبعا احنا شغالين كده، واحنا مشغلين الفرن على درجه حراره 180. كل المخبوزات يا جماعه بتتحط على درجه حراره 180 لانها الدرجه المتوسطه. فما ما تستغربوش ان كل حاجه بقول لكم، لا هي المعجنات والمخبوزات عموما والكيك هو لازم يتحط على درجه حراره متوسطه. هنا خلصت ده وطيرته على الفرن على طول. وهاخد اللي بعده بقى. عملت اللي بعده ورده، انما انا كنت فاكره ان عملت كله نجوم. يا ربي عليك يا شيماء، لا عملت ورده ونجوم. المهم يا بنات، الشكل اللي يعجبك اعمليه يا ستي. ما عندكيش الحاجات الدلوعه دي اللي بنشكل بيها، والله رخيصه رخص مش قادره اقولك. بق كوبايه صغننه او فنجان وشكلي بيه، مش هيقولك لا. الموجود يشغل الدنيا ويمشي. انا ما عنديش بصراحه، انا كشيماء ما بخليش حاجه تقف قدامي كمستحيل، بتصرف في اي حاجه. بس هنا شكلت برضو ده. واللي انا دخلته حطيته، اللي انتي دخلتيه يا شيماء حطيتيه في الفرن، دهنتي وشه. لا انا هستنى اللقطه بتاعه الدهان، انا مصوراها بس هتيجي دلوقتي وانا بدهنه. انا دهنته بايه؟ بقهوه سريعه الذوبان، على شويه، تحطيها على شويه ميه او شويه حليب. الدهنه بتاعه الوش مش اكتر من كده اهو، قهوه سريعه الذوبان تدهنيها. حابه تحطي صفار بيضه وعليه قهوه سريعه الذوبان برضو مفيش اي مشكله. بس لازم تحطي عليها نص معلقه خل. اي بيض بتحطيه على وش مخبوزات او معجنات حطي نص معلقه الخل، بتضيع زفرته تماما اكتر من الفانيليا. هنا بقى عشان يديني اللون اهو اللي عمال حطيت في ده قهوه سريعه الذوبان يا شيماء، عشان اللون بتاعه يطلع جولد كده معايا حلو. هحط بقى ايه، حبه البركه وسمسم معاها. حابه تستبعدي السمسم مفيش مشكله، بس السمسم برضو فيه فوائد حلوه لاولادنا، هو حبه البركه. والحاجات دي يا جماعه زي ما بقول لكم دي كفطار، كسناكس، كسناكس مع اولادكم في اللانش بوكس. في حبة زي ما قلت لكم شاي بلبن في العشاء، جوعتي يا ستي في نص النهار. الحاجات دي كلها بتسعف وحلوة قوي في البيت. زي ما قلت لكم وبعيد الكلام مرة واتنين وعشرة، وهتقولوا شوشو رغاية. الحاجات دي خير موجود في البيت يا جماعة. وايه شوية دقيق وحبة زيت يعني، حاجة الحمد لله كلها خير موجود في بيتنا. ان شاء الله ان شاء الله، ودايما بيوتنا كلها خير. اهو هنا بوريكم هحطها على الرف الاوسط، لا بشغل شوايه ولا اي حاجه. بصوا بقى شايفين القمر ده طالعه معايا قمر. قمر يا جماعه. والله بصوا هي الشكل، الفيديو نفسه بيتكلم عن نفسه، والحاجه دي هيبقى طعمها ايه لكم ان تتخيلوا. ان البسكوت ده شكله كده وبالجبنه الرومي، فطعمه هيبقى ايه؟ حاجه كده عظيمه عظيمه عظيمه. وبكده يا حلوين نكون عملنا اهو البسكوت بتاع الجبنة الرومي. على فكرة لو حابة تحطي بدل الجبنة الرومي دي الجبنة اللي هي الفيتا اللي هي بتبقى في العلب دي شغالة معاكي، اعملي بيها برضو هتديكي طعم حلو قوي. فما توقفيش نفسك على الجبنة الرومي بس. اهي طلعت معايا قمر. وده السميت اللي عملناه بالعجوة بتاع الافران، برضو قمر قمر قمر. اهو شايفين الحلاوة، حلاوة. زي ما بيقولوا ايه ابو حلاوه يا تين، يا ابو حلاوه ايه يا سميت. اهو بصوا قلبه من جوه بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله. يعني حاجه مش قادره اقول لكم على ريحتها، نفسي كنت ابقى اشممكم يا جماعه. نيجي بقى عند البوريك بتاع الافران اللي احنا عملناه ده. شايفين الحلاوه، شايفين الطراوه. هتقولوا شيماء بقى مغروره وبتقعد تقول على حاجتها جميله. لا انا بقول لكم اعوذ بالله من كلمه، انا حاجتي قمر قمر قمر، عشان انا اصلا بحب المعجنات وبحب اعملها. فما تستغربوش، انا بتفنن في المعجنات، بحب اعملها جدا لان انا بحب اكلها. شايفين الحلاوه او قلبه من جوه، يا بصوا عشان سخن لسه على ايدي، قلبه من جوه بيتكلم عنه. وبكده يا حلوين اكون عملت لكم 3 اصناف معجنات احلى من بعض. شايفين انا ما بقدرش قدام الحاجات دي، انا بضعف. وبس كده يا حلوين، باي باي.